هنتكلم طبعا زي دلوقتي حالا على الارضيه بتاعت استاد القاهره ملعب رئيسي. التكنولوجي او التقنيه دي موجوده من سنه 89. النهارده احنا شغالين في استاد القاهره بقالنا من شهر 7. الخبراء الاجانب من فرنسا بدل المره 4 مرات. في معانا النهارده 2 من الخبراء الاجانب الانجليز قاعدين معانا بيدربوا الولاد بتوعنا على كيفيه القص ورفع كفاءه النجيله والتسريح والتسميد وكل دوت. الفكر الاساسي من التقنيه ديت اللي هي ان تقلل الاصابات للعيبه، تطول العمر الافتراضي للملعب. النهارده طول الوقت عندنا ان النجيله عندنا في الصيف بتبقى كويسه جدا وفي الشتاء بتبقى وحشه جدا دوت، لان احنا ما عندناش تقنيه ان في حاجه اسمها بذر صيفي وبذر شتوي. ده الاساس اللي بتقوم عليه التقنيه نفسها، وبعد كده هي عباره عن ميكسنج بين النجيله ديت كان الصيفي ولا الشتوي والفايبرز، خلاص الالياف الاصطناعيه. الفكره التكنولوجيا بتقوم على ان احنا النهارده بنجيب مكن من بره. المكن دوت بيعمل غرز للغرز على عمق 20 سم تحت الارض، فبتقوم بدوره بعد ما بنغرز الغرز ديت. النهارده بتيجي نبذر البذور، فالجذور بتاعت البذور بتلف حوالين الفايبرز ديت، فبتبقى متماسكه اكتر واقوى من البذور الطبيعيه اللي من غير فايبرز. في منها 700 ملعب على مستوى العالم. 100% من الدوري الانجليزي معمول بهذه الطريقه، هي بتقوم بال 100% من الملاعب ديت. ملاعب اياكس امستردام معمول كده، ملاعب اسبانيا برنابيو، كامنو، اتلتيكو بلباو، اتلتيكو مدريد، كل دوت بهذه التقنيه. منتظر ان احنا نخلص شغل تمام في استاد القاهره بما يخص ارضيه الملعب يبقى يوم 15/5 باذن الله.